اوقات كتير بنمل من الفطار التقليدي العادي، او اوقات كتير كده لما نكون متجمعين وعندنا اجازة وكلنا موجودين في البيت بنحب نعمل حاجة تكون مميزة وفي نفس الوقت ما نتعبش نفسنا. جاي لنا ضيوف، عايزين نعمل فطار كمان او سهرة كده حلوة ونعمل فيها حاجات تكون سهلة وسريعة. فيديو النهاردة هيحل المشكلة دي بكل سهولة. اهلا، معاكم سارة، والنهاردة هعمل معاكم فطار او عشاء او سهرة او اي حاجة انتوا حابين تعملوها بدون عجن. هنعمل منه الحلو، هنعمل منه الحادق، كل حاجة دقايق وتطلعوا حاجات كتير جدا. يلا على طول نبدأ. البطل بتاعنا النهاردة واللي مش هيخلينا نعمل اي مجهود او مش هنعجن، مش هنعمل اي حاجة، هو التورتيه. طبعا لو عايزين تتعبوا نفسكم شوية او مش متاح عندكم تقدروا تعملوه في البيت بكل سهولة. طب انا مش عايزه اعمله وما عنديش ومش عايزه اعجن، طب ما اعملش الوصفه؟ لا طبعا. عارفين العيش البلدي بتاعنا الابيض ده اللي هو اللي بيبقى رفيع كده؟ يعني اسلم حل، وبجد اوقات كتير جدا بعمل بيه الوصفات دي، بيطلع طعمه رائع رائع رائع. هنبدأ. اول فكرة، انا فردت كده معلقة او اتنين من صلصة البيتزا. هبدأ اضيف عليها طبعا جبنة، باين خالص ان احنا هنعمل بيتزا. عندي هنا تركي مدخن، سلامي، لانشون مش عندي. هي حلو جدا الجبنة مع الصلصة، مش هتقول لا، وطعمها حلو جدا. زيتون، فلفل اخضر، فلفل الوان كمان هيكون حلو قوي. وهنحطه في طاسة وهنغطيها لحد ما يكون اتقرمش كده وخد لون من تحت وتكون الجبنة ساحت. لو هتعملوا كميات كبيرة فصينية كبيرة كده تدخلوها الفرن وتقيدوا الفرن من تحت على درجة حرارة هادية شوية 180 لحد ما تلاقوه ان هو بدأ ياخد لون، وتقيدوا شوية لحد ما الجبنة تسيح وتاخد لون كمان حلو من فوق. الفكرة التانية هفرد عليها ماسترد، النوع ده بيكون حلو جدا. وهضيف عليها كمان صوص ابيض، ده صوص للبيتزا بيكون معمول من البصل ومن الثوم، بديل عنه التومية. جبنة مبشورة، بحب اضيف هنا تونة بيكون طعمها حلو، واكيد لو ما ضفناش هيكون طعمها حلو جدا. زيتون، فلفل. تالت فكرة معانا هتكون حلوة المرة دي، هنجيب اي شوكولاتة سبريد وهنبدأ نفردها كمان على العيش. عليها قطع من الشوكولاتة مقطعة مكعبات صغيرة. هنا مش محتاجة اكتر من اللي انا احطها، بس يعني المجرد العيش بس يتحمص من تحت وان هو يرجع طازة شوية. لما العيش بيتحمص كده بيبقى ليه قوام تاني مختلف. ودي الافكار بتاعتنا النهاردة، سهلة وسريعة، وقطعوها كده بشكل البيتزا مثلثات. ممكن لو عندنا بواقي فراخ مشوية، لحمة مفرومة، اي حاجة باقية عندنا ممكن ندخلها في الوصفة هنا. يا رب يكون عجبكم فيديو النهاردة وتكونوا استفدتوا منه. قابلكم ان شاء الله في فيديوهات وصفات مختلفة. سلام عليكم.